السلام عليكم. في مشكلة وقعت فيها في السيليكون رابر، انا اعمل اسطمبات لزبون فجاي اوريها لكم علشان ما تغلطوش فيها نفس غلطتي. تمام. دي اسطمبة ميدالية يا جماعة، ودي اسطمبة ميدالية. فانا عندي كيلو سيليكون من فترة جايبه من شركة معينة، فعملت بيه الاسطمبات عادي، الكيلو ما قضاش، فجبت كيلو تاني من شركة معينة. يعني شركة غير شركة، دي شركة ودي شركة، يعني ده نوع وده نوع، وانا اشتغل بيهم عادي. فبص، فمشكلة كبيرة جدا ظهرت انك الشركة ما بتشبكش في الشركة التانية. بص السيليكون رابر يا جماعة اهو. بص في عيوب في السيليكون رابر، يعني انت علشان تشتغل بالشركة واحدة، تجيب السيليكون رابر بتاعك تشتغل بشركة واحدة، ما تعملش في شركتين او ثلاثة، لان مش هيلزقوا في بعض وهيطلعوا زي البوليستر زي كده. بص تحسوا اكياس طالعة. بص، فطبعا الكيلو ب250 جنيه، فخسارة يعني. جبت لك كيلو 2 كيلو وخسرتهم خسارة، فانا جاي اوعيك واعرفك. بص السيليكون ما لازقش في الشركة التانية، تشتغل الاسطمبة بالسيليكون نوع واحد، ما تجيبش شركة وشركة او تجيب نوع ونوع، لا. تمام. فبص، فدي اكبر مشكلة. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لناس كتير، عشان محدش يخسر حاجة، فالناس عايزة تكسب مش تخسر. بص تمام. بص السيليكون طالع زي كأنه بلاستر، فطبعا اهي نفس النظام برضو. خلي بالك علشان الغلطة بفلوس، في الشغل بتاعنا الغلطة بفلوس. بس فطبعا انا بجرب الاسطمبات قبل ما اعملها واوديها للزبون، يعني اي حد بيقول لي على اسطمبات او اي حاجة بعملها له، وبعمله الشكل اللي هو عايزه، والشكل بيبقى جديد يعني مش زي في السوق خالص. تمام. اهي بس. فلو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، وخلي بالك لأي حد هيعمل اسطمبات سيليكون فانت تشتغل بنوع واحد، ما تشتغلش بنوعين في نفس الاسطمبة، علشان مش هيشبكوا في بعض وهيفكوا زي البلاستر زي اللي وريتهولك كده.